السلام عليكم شيرات، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في صحه وعافيه. اليوم شيرات جيتكم بوصفه القارص او مبشور القارص او عصير القارص، الليمون، عصير الليمون. هنا نجيبوا الليمون اللي عندنا كما راكم تشوفوه هنا راه موسخ. نجيبوا الماء ونغسلوه، ونجيبوا هذيك الحبيله تاع المطبخ. اذا شفتوا حبه كما هذه اللي راهي تبان لكم خضراء وفيها هذيك الكحوله، نجيب الحبيله هذه الخاصه بالمطبخ ونحكها. نحاول نحك يعني يعني بظرافة، بحنانة، يعني ماشي تروحي تنحي كامل هذيك الطبقة الفوقانية، تنحي هذوك النقاط اللي الفوق اللي جايين فوق القارص. نكمل كامل هذاك القارص اللي عندي نحكو ونعاود نشلو. وهنا راني درت له عصرة قارص باش كاش ميكروبات الفوق ولا تروح. هنا بعد ما شللتو نجي نشفو، نشف كامل هذوك الحبات. هنا بما أننا في موسم الليمون وراه كاين يعني ومتوفر وراه رخيص يعني في الأسواق، نغتنموا الفرصة يعني نخدموا به، وندسوه يعني نخدموا به حلويات أو مسكوتشو أو بسبوسة. المهم هنا نجي نرابي هذيك الطبقة الفوقانية، ما توصليش لهذيك الطبقة البيضاء، هذيك تجيك مرة. نرابي الطبقة الفوقانية هذيك الصفرة كامل. وهنا بعد ما ربيت كامل هذاك بشرت هذاك الطبقة، مبشور القارص. هذه تستعمليها في البسبوسة كما قلت لكم، او مسكوتشو او حلويات او تحليات او عصائر. هنا نجيب ساشي. هنا من الافضل اللي يكون عندها هذوك تاع الكونجيلاتور، افضل خاصين. ديري هنا، درتو هنا في الساشي ونديرو في الكونجيلاتور. هنا راني خادمه قبل، بغيت نشارك معكم هذه التدبيره. هنا نحاول نبلاطيه باش كي نبغي نستعمل يجيني يعني تجيني سهله، يعني باش نحي جزء منه نخدم به. نشوفوا الطريقه كيفاش نبلاطيه بهذه الطريقه. هنا شوفوا شيرات راني خادمه قبل كما قلت لكم. شوفوا هنا كيفاش نحي بالجزء كما هكذا، وتقسمي وديري. هذو كاع راني خادمتهم قبل. بالنسبه للقارص الباقي تعصريه. هنا ديرهم في الكونجيلاتور وتقسميهم كما تبغي. هنا الليمون، نجيب عصارة اللي عندها عصارة كهربائية تكون أفضل، واللي عندها هذه اليدوية ثاني تكون مليحة، يعني تخدمها مليح. نعصر كامل هذاك القارص. شوفوا هنا كيف عصرت لي يعني. أنا هنا كل ما يكون عندي يعني قارص نخدمه يعني بالجزء. نروح نجيب لي قوبلي أي نوع عندك، ونعمر هذوك لي قوبلي. هنا الشيرات انا استعملت القارص كما هو، يعني ما ضفتلوش السكر. يعني يعني تقدري تخدمي به السكر وتخليه يذوب وتديريه واجد. انا خدمته هكذاك مباشرة. جبت هنا البابي فيل ونغطي الجزء حتى الاسفل باش راح ندير قبلي تحت.
هنا هذا باش يحكموا بهذه الطريقه ونديروا في الكونجيلاتور. هنايا هادو راني خادمتهم قبل بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا، هادو كامل راهم واجدين خادمتهم. وهكذا نفس الطريقة للبرتقال. اللي عندها تشينة يعني راهي ثاني متوفرة ورخيصة، ندير نفس الطريقة اللي درتها لكم تاع القارص، نبشر المبشور هذاك تاع التشينة ونديرو بنفس الطريقة. ثاني هذا تستخدميه في البسبوسة، في المسكوتشو، في الحلويات، في العصائر تخدميه. وبالنسبة للبرتقال تبغي تعصريه، تبغي تاكليه، هذاك الشيء يخصك. هنا بغيت نشارككم هذه التدبيرة بالنسبة للبرتقال والقارص. نتمنى تعجبكم هذه التدبيرة، نقولكم مع السلامة في وصفة قادمة إن شاء الله. سلام.